السلام عليكم ومرحبا بكم في آخر أخبار الكرة مع عمر. وقبل ما نبداو متنساش تعمل لايك وأبوني باش توصلك آخر أخبار الكرة. ويلا نبداو بأول أخبار. الترجي ينتصر على بيدرو أتلتيكو بهدفين لصفر بإقدام دياكيتي وديارا. مباراة جيدة فنيا وتكتيكيا. مبروك للترجي التأهل إلى الدور القادم. الترجي سيلاقي إحدى الفرق العربية. حظ موفق للترجي. نمشيو للكأس الإنجليزية حيث لعب أنيس بن سليمان آخر 30 دقيقة مع فريقه، قدم فيهم 2 أسيست. وكالعادة اليوم يتألق مباراة ممتازة لأنيس بن سليمان. الأخبار اللي بعده يجينا من يونغ بويز. يان فاليري اليوم قدم 2 أسيست في مباراة اليوم. مباراة ممتازة للظهير التونسي يان فاليري. الأخبار اللي بعده الصورة بدأت توضح. المدرب القادم للترجي هو باتريس بوميل، مدرب المنتخب الأنغولي، بعد أن طلب فسخ عقده اليوم تمهيدا لتدريب الترجي، وسيتم الإعلام عنه في الأيام القادمة. ونتعدى للأخبار اللي بعده. حنبال المجبري بعد المباراة الممتازة اللي قدمها ضد كريستال بالاس. حنبال ولأول مرة في التشكيلة المثالية للبريمير ليج، لكن للأسف اليوم بيرلي يغادر كأس إنجلترا بعد خسارة. بيرلي لعب بالتشكيلة الثانية وتم إقحام حنبال المجبري في آخر 30 دقيقة من المباراة. هكا نكونوا وصلنا لنهاية الحلقة. متنساش تتبعنا باش توصلك آخر أخبار الكرة، ومتنساش تعمل لايك باش نجمو نواصل.